الو، المطعم السوري. ايوه يا فندم، مع حضرتك. لو سمحت كنت عايزه 3 شاورما و3 بطاطس. تحت امرك يا فندم. تمام، الحساب كام؟ 170 جنيه. ايه؟ ليه 170 جنيه؟ هو ده بالظبط اللي حصل. زي ما بقول لكم كده، اتصلت بالمطعم عشان خاطر اعمل اوردر، لقيته بيقول لي 3 شاورما و3 بطاطس ب 170 جنيه، وطبعا الاسعار بتختلف على حسب المكان. طب طلعت اجري بقى على التلاجة كده، فتحتها وطلعت اللي فيها، وطلعنا احلى سندوتشات شاورما، احلى بوكس شاورما وبطاطس. ما كلفنيش اي حاجة، ما تكلفتش اي شيء. زي ما انتوا شايفين كده، بصوا الجمال والحلاوة. وعملنا كمان تومية، ومعانا كمان الكاتشب والمايونيز. حاجة كده مية مية، مش ناقصنا بس غير كوباية حاجة ساقعة، واكلتنا كده تبقى تمام ومية مية. يلا بينا بقى نسمي ونصلي على رسول الله ونشوف احنا عملنا ايه. بصوا، طلعت بقى كده دورت في التلاجة، قلبت فيها، لقيت كان عندي دي شاورما كنت مفرزاها معاكم في فيديو التفريزات، متبلاها وشايلاها متبلة. زي ما انتوا شايفين كده، كنت متبلاها كاري وكركم وبابريكا وزبادي ومديالها كل تتبيلتها، وكنت سايباها في الفريزر. المهم، قطعت بقى كده كمان معاهم فلفل الوان، اخضر واحمر واصفر، ومعايا كمان بصلايه متوسطه، قطعتها كده جوانح عشان بقى نعلي القيمه الغذائيه ونزود كمان الكميه. زي ما انتوا شايفين، محدش يضحك علينا. قال ايه 170؟ ليه 170 يا جماعه؟ بالراحه شويه علينا. يلا بينا بقى كده، بسم الله. حطيت هنا طاسه على النار، وحطيت فيها شويه زيت. طبعا كنت مخرطه البطاطس بقى وحطيتها كده في الزيت تتقلى. هننزل بقى كده بالشاورما بتاعتنا، قطع الشاورما اللي احنا كنا متبلينها. هي لسه يعني في تلجها شويه، بس هسيبها تفك كده على نار عاليه. زي ما انتوا شايفين كده، بصوا الكميه. هنضاعف بقى الكميه دي، هنضربها في 2. اهو كده بوسع بقى كده، انزل بالبصلايه بتاعتي تدبل بس كده، وتطعم من تتبيله الشاورما. اهو زي ما انتوا شايفين كده، بوسع كمان احط الفلفل. نزلت بقى بالفلفل الالوان، هديها بقى رشه فلفل ورشه ملح. هنتبل بقى الخضار بتاعنا، لان الشاورما كانت متبله. حطينا هنا شويه ملح وشويه فلفل، ورشه كده من البابريكا، ورشه كاري، مش اكتر من كده. هننزل كمان بمعلقه كده دبس رمان. اهو زي ما انتوا شايفين. خلاص كده تمام. هنسيبها بقى ايه، تاخد وتدي مع نفسها لحد ما تشرب الصوص بتاعها ده. هنا كانت البطاطس اتقلت، كنا حمرنا كده البطاطس، طلعنا دور وده تاني دور. هنعمل احلى سندوتشات. نيجي بقى هنا نعمل شوية تومية مية مية. حطيت هنا 3 معالق من النشا، ومعاهم كوباية مية. هقلبهم بس كده على البارد، وهرفعهم على النار لحد النشا ما يستوى معايا. زي ما انتوا شايفين، بقلب بقى كده على النار، ما بشيلش ايدي منها لحد ما تستوى وتتقل معايا. هنا كانت الشاورما خلاص بتاعتنا تمام ومية مية. شايفين بقى الجمال يا ولاد والحلاوة، دفعتش ولا جنيه، الحمد لله. المهم، نيجي بقى هنا كده هنحط النشا بتاعنا. زي ما انتوا شايفين، فضيته كده في الخلاط، ومعايا هنا ده فنجان مية مخلل خيار، ومعايا كمان معلقة زبادي. لو عندك مية مخلل الخيار دوت ممكن تستخدميها بدل ما تحطش مية. فصين من الثوم، ورشة ملح. هنضرب بقى كده المكونات بتاعتنا كده، هنعمل احلى صوص تومية، سهل وسريع واقتصادي. زي ما شايفين، بصوا الجمال والحلاوة، شايفين الطعم يا ولاد. بصوا بقى القوام بتاعه، اهو زي ما انتوا شايفين كده. خلاص عملنا التومية، هو ده القوام المظبوط. هحطها في التلاجة هتتقل شوية. ودي بقية التومية اللي كانت باقية في شفشق الخلاط، حطيت عليها معلقتين كاتشب علشان دي اللي هندهن بيها. وده الخيار المخلل السريع اللي انا لسه عاملاه حالا مع الاكلة بتاعتنا. قطعت بقى الخيار، وجبت كده الشاورما بتاعتي، وجهزت كمان البطاطس، ومعايا هنا شوية جبنة موتزاريلا. جبنا بقى العيش بتاعنا، العيش السوري بتشتري من اي محل. هنحط بقى كده دهنة من التومية مع الكاتشب، وهننزل كده بشوية الشاورما. نحط كمان معاهم بطاطس. هنحط كمان شوية جبنة وشوية خيار مخلل، وهنقفل السندوتش على كده. هنقفل بقى بالمنظر ده،
هنشوف الكمية دي طلعت معانا قد ايه سندوتشات. شايفين السندوتش بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين ادي 5 سندوتشات شاورما وتقريبا زيهم كده بطاطس، او 3 بطاطس. يبقى معايا 5 شاورما و3 بطاطس من غير ما ادفع ولا جنيه. هديهم بقى تحميصة كده على النار في الصينية. بصوا زي ما انتوا شايفين كده اللهم بارك. سندوتش حجمه كبير، ده مقاس اكس لارج. طبعا اللي انا كنت بطلبه من المطعم كان لارج مش اكس لارج. تعالوا بقى نقدمه كده بطريقة شيك وبطريقة حلوة كأننا في المطعم بالظبط. جبت هنا ده ورق زبدة ولفيت فيه السندوتشات بتاعتنا بالشكل ده. هلف بقى كل السندوتشات اللي معايا زي ما انتوا ما شايفين كده على ورق الزبدة عشان اقدمه لهم زي المطعم كأننا قاعدين في المطعم. لو وصلنا لحد هنا يا ريت لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل كل جديد. زي ما انتوا شايفين بقى لفيته هنا كده كمان في ورق فويل. هبتدي بقى اقطعه. هقطع ده كده يعني بالورب، هقطعه على 2. بصوا الحلاوة بقى، شايفين الجمال والحلاوة يا ولاد. بصوا السندوتش بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، مليان حشوة لحد الاخر. هنا بقى هقطع كده قطع صغيرة على قد القطمة، وهنقدمه بقى بطريقة شيك كده كأننا جايبين البوكس بالظبط من المحل. احنا محدش يضحك علينا. قال ايه؟ يقول لي 170 جنيه ليه على 3 سندوتشات؟ 170 جنيه، حرام يا جماعة. زي ما شايفين كده بقى اهو. بصوا الحلاوة. قطعت بقى كمان البطاطس وحطيت لهم كده الكاتشب وحطيت لهم المايونيز. مش ناقصنا بقى غير كوباية حاجة ساقعة وكده تمام ومية مية. شايفين بقى الكمية بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، ما دفعناش فيها ولا جنيه. طلعي من تلاجتك بقى واعملي لعيالك اللي انت عايزاه، ما تخليش حد يتحكم فيكي. كمان هنجيب التومية بتاعتنا اهي. خلاص كده خلصنا، وصفتنا خلصت. لو عجبتكم يا ريت لايك وشير واشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. حطي اللايك يا فوزية، اوعي تنسي. بصوا الحلاوة. انا سايباكم كده تستمتعوا بالمنظر الجميل ده.